بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من اسكندرية. جولتنا النهاردة في منطقة الجمرك في حي الأنفوشي تبع منطقة بحري. حي الجمرك قدامكم اهوت. البحر على يمنا. عنوان حي الجمرك بالظبط عشان خاطر الناس اللي طالباه. عنوانه في شارع راس قصر التين بجوار حلقة السمك في منطقة الأنفوشي ببحري. حلقة السمك اللي على ايدينا اليمين اللي متوجهة لها الكاميرا، هما بيعملوا فيها تعديل دلوقتي. هي دي حلقة السمك وجنبها على طول حي الجمرك. هناخده بقى الشارع ده كده وهنمر بقى براس التين ومنطقة اللبان وسوق الجمعة وهنوصلوا للمينا في منطقة الماكس. هنمر برضو بباب 1 وباب 10 وكل الأبواب بقى لغاية باب 54. وهنتكلم ان شاء الله عن سعر التمليك في منطقة الأنفوشي وسعر التمليك في منطقة راس التين وسعر التمليك في منطقة اللبان. وان شاء الله تكون جولة حلوة كده جميلة وتشوفوا بقى الناس اللي ما شافتش سوق الجمعة قبل كده خالص. النهاردة بقى انا صورته كده. وطبعا هو سوق الجمعة بيبقى شغال من يوم الاربع ليوم الجمعة. فالتصوير ده كان يوم جمعة، فهو بقى يعني هو بيبقى شغال الاربع وخميس وجمعة، بس بيبقى اكتر بقى الشغل ليه اللي هو يوم الجمعة بقى اكتر بقى زحاما بقى، والناس فرشة كتير قوي بالحاجة اللي معاها. فهو التصوير بقى يوم الجمعة بقى. احنا هنا كنا قبل الظهر، فعلشان كده الاجواء هادية جدا. بعد الظهر الاجواء ما بتبقاش كده خالص، بتبقى عربيات رايحة وعربيات جاية بقى وناس وكده. وكمان احنا قبل الظهر وفي رمضان، فالاجواء بتبقى مختلفة عن اي يوم تاني. وهو يوم الجمعة طبيعي بيبقى قبل الظهر وبيبقى الاجواء هادية بقى، اجازة بقى، الناس مريحة كده وبتبقى اجازة. لكن بعد الظهر بتبقى الاجواء مختلفة، علشان بس ما تفتكروش ان منطقة الأنفوشي في بحري هي كده هدوء كده، لا، هي بتبقى أجواءها مزدحمة عن كده خالص. حي الجمرك من أقدم وأعرق أحياء اسكندرية. واحنا ماشيين دلوقتي هتشوفوا المباني. هي المباني اللي قدامنا دي كلها مباني حديثة، مباني بقى اليومين دول، مش حديثة اللي هي السنة دي، لا، المباني اليومين دول. واحنا ماشيين دلوقتي بقى هنشوف لما ندخلوا بقى على راس التين واللبان وكده هنشوفوا بقى المباني القديمة بقى بتاعت اسكندرية بتاعت زمان خالص بقى. لكن كل اللي قدامنا دي مباني كلها حديثة. على يمنا شاطئ، على يمنا البحر، وفي شاطئ هنا وهجيب عليه دلوقتي اسمه شاطئ الكابتن نبيل الشاذلي. انا كاتبه على الشاشه اهو عشان خاطر ما انساش اسمه، شاطئ الكابتن نبيل الشاذلي. وجنب منه هنا منطقه عسكريه، الراجل بتاع الامن واقف اهوت جنب منه منطقه عسكريه. فانا عايزه اقول لكم ان على اليمين هنا في البحر بقى، والمنطقه العسكريه يعني كده على البحر، موجوده على البحر. وعلى شمالنا طبعا العماير بقى بتاعت منطقه الانفوشي في بحري. طبعا انا ما فصلتش الكاميرا خالص وفضلت فاتحه الكاميرا كده علشان خاطر التعليق اللي جاني، يعني اللي جالي صور لنا منطقه الجمرك والمينا وباب 10. فانا بقى فضلت سايبه الكاميرا كده علشان خاطر الناس اللي بتبقى عايزه تعرف المناطق دي يعني ما يكونش فاتهم اي حاجه بقى من الفيديو بقى. وكمان الاجواء الجميله الهاديه دي صراحه تستحق انها تتصور بقى، مش زحمه في كل فيديو، لا، في بقى الفيديو هنا الاجواء هاديه جدا جدا. الناس كلها نايمه، كله نايم، مفيش حد في الشارع، مفيش حد في الشارع غيرنا احنا وكم عربيه ومشروع ومعدي وبس كده. مفيش اجمل من الهدوء بصراحه يعني. فالهدوء ده انا مفتقداه والله في كل فيديوهاتي. فالتصوير في الزحمه برضو بيبقى مرهق شويه. فالهدوء بقى يا جماعه، هفصل الكاميرا ازاي مع الهدوء الحلو ده؟ هنلاقي واحد دلوقتي يقول لي ما تبطلي رغي بقى، خشي في المفيد وبطلي رغي. ما احنا هو في المفيد اهي يا جماعه، ما انا بوريكم المنطقه، هو ده المفيد، انتوا عايزين اكتر من كده ايه؟ عايزه اقول لكم ان الاسعار هنا بتاعت الشقق، الاسعار هاديه هاديه خالص عن برضو المناطق التانية اللي انا صورتها قبل كده، اللي هي بقى المناطق بقى اللي هو سيدي بشر بقى واللوران وزيزينيا. بس هنا برضو طبعا مفيش مقارنة اصلا، لان المنطقة هنا منطقة شعبية. بصوا بقى الشارع ده اسمه شارع، انا خايفة اكون منطقة غلط، اسمه صفر ولا صفر؟ فانتوا اكتبوا لي في التعليقات بقى، يعني اكتبوا لي في التعليقات كده يا اسمه صفر يا اسمه، بس انا برضو ممكن اقرا في التعليقات برضو اقراها غلط. فانتوا ممكن تكتبوا لي مثلا لو اسمه صفر اعملوها لي زيرو بالانجلش كده، لو اسمه صفر اعملوها لي بالسين. فانا خايفه اكون منطقه غلط، مش عارفه هو شارع صفر باشا ولا شارع صفر باشا. بس هو في حاجه اسمها شارع صفر باشا، اكيد صفر صح، اكيد صفر، بس هو بالصاد يعني، ما علينا.
هنا الهيئة العسكرية، هنا باب واحد. احنا هنا في راس التين يا جماعة، احنا هنا في راس التين. باب واحد اللي انا جبت عليه ده بسرعة جدا، يعني انا لقطته كده واحنا ماشيين بالعربية. باب واحد في منطقة راس التين. احنا هنا كده في منطقة راس التين. الاسعار زي ما قلت لكم الاسعار هادية. يعني بحثت لكم عن شوية شقق كده الناس عرضهم للبيع. شقة 90 متر 3 نوم وحمام 1,100,000. شقة 80 متر ب820,000. شقة 125 متر 3 نوم وحمام ب925,000. وشقة 90 متر 3 نوم وحمام ب1,525,000. ليه غالية كده؟ أكيد فيها مميزات عن الشقق اللي قبل منها. أكيد هي غالية، يعني هي 1,525,000. في فرق جامد بينها وبين احنا هنا في شارع البحرية. في فرق جامد جدا بينها وبين الشقة اللي قبل منها 925,000. طب ليه الفرق كل ده بالرغم ان دي 90 واللي قبل منها 105؟ دي 90 متر واللي قبل منها 125 متر. اكيد 90 متر في فرق، اكيد الشارع احسن، اكيد الفيو احسن، اكيد ظروفها يعني احسن من اللي قبل منها. شقة 150 متر 3 نوم 2 حمام شارع وكالة الليمون الأنفوشي حي الجمرك ب3,300,000. الله أكبر، 3,300,000. ده رينج الأسعار في منطقة الأنفوشي. ده رينج الأسعار في منطقة الأنفوشي ومنطقة راس التين، لأن هم أسعارهم شبه بعض، هما الاتنين الأسعار واحدة. الشقق الإيجار بقى لو حابين تأجروا، الإيجار هنا هادي برضو، هادي خالص يعني. 90 متر 2 نوم وحمام. شقة 90 متر 2 نوم وحمام 5,500 شهريا. شقة 130 متر 3 نوم وحمام شارع الجمرك القديم ب5,500. شقة 100 متر 3 نوم وحمام ب6,000 جنيه. بصوا بقى احنا هنا وصلنا لباب 10. تمام، انا كاتبالكوا على الشاشة هو مكتوب عليه باب 2 بس هو باب 10. احنا لما سألنا فين يا جماعة باب 10 قالوا لنا هو ده، بس ده مكتوب عليه 2. قالوا لنا ما هو كان اسم، يعني هو كان زمان باب 2 بس دلوقتي بقى خلوه باب 10. فأنا بقول لكم الكلام اللي الناس قالوه لنا وإن شاء الله هيكون صح يعني. فبس عشان خاطر بس التعليق جاي صور لنا باب 10، فهو ده بقى باب 10 بقى. هو هنا باب 10 واحنا جبنا لك من عند حي، او جبنا لك من عند حي الجمرك، وفضلنا بقى ماشيين بقى وهنوصلوا بقى لغاية المينا بقى في منطقة الماكس، وهنعدوا كمان. هنكملوا بقى سعر الإيجار في منطقة راس التين ومنطقة الأنفوشي. شقة 100 متر 3 نوم وحمام إيجارها الشهري 6,000 جنيه. شقة 105 متر 2 نوم وحمام ب8,000 جنيه في شارع الجمرك. شقة 105 متر 2 نوم وحمام 8,000 في شارع الجمرك. شقة 75 متر 2 نوم وحمام ب3,500 شهريا. وكده ابقى خلصت لكم سعر التمليك والإيجار في منطقة الأنفوشي وراس التين بمنطقة بحري. وبما اننا شايفين بقى الحاجات اللي على اليمين، المعدات اللي على اليمين وعلى الشمال دي بقى اللي بتشيل الحاويات بقى من المينا. الحاوية بقى اللي بتبقى جاية بقى عن طريق البحر بقى هي دي بقى بتشيلهم بقى، دي اللي بتشيلها كده من المركب كده وتطلعها بره بقى. المهم واخدين بالكم بقى من المباني القديمة بقى، بقول لكم اهو شايفين على ايدينا الشمال ده بقى مبنى من المباني القديمة ايام زمان بقى، غير العماير بتاعته اليومين دول. منطقة اللبان شارع الباب الأخضر، أنا كاتبالكوا اهو على الشاشة علشان خاطر إيه تبقوا انتوا واخدين بالكم وأنا كمان منساش. شارع الباب الأخضر إحنا هنا في منطقة اللبان. وبما إننا بنصوروا النهاردة بحي الجمرك والمينا وكده، عاوزة أقول لكم أهم المناطق السكنية بحي الجمرك هي منطقة المنشية وبحري وراس التين والسيالة. عاوزة برضو أتكلم معاكم عن منطقة اللبان اللي أنا ماشية فيها هنا، لو حابين تملكوا، أو شركة الزيوت والشحوم لو حابين تملكوا في منطقة اللبان. المنطقة يعني واضح ان هي بسيطة جدا، دي اساس اسكندرية، المناطق العريقة جدا في اسكندرية منطقة بحري بقى واللبان وراس التين، كل ده تبع بحري يعني والأنفوشي. الشقق التمليك في المنطقة ديت منطقة اللبان، شقة 110 متر 3 نوم وحمام 1,800,000.
شقة 100 متر، 4 نوم وحمام. مش عارفة ازاي 4 نوم وهي 100 متر بس، يعني مش عارفة صراحة. يعني هي ال100 متر دي كبرها أوضتين بس، عاملة 900,000. شقة 80 متر 2 نوم وحمام، 750,000. شقة 105 متر. احنا هنا بصوا بقى، احنا دخلنا هنا على سوق، لا لسه سوق الجمعة لسه قدام شوية. سوق الجمعة طبعا موجود في منطقة اللبان في اسكندرية. فاحنا بقى صورناه لكم برده كمان، ايه خدناه معانا كده، ما رضيتش افصل الكاميرا عنده فخدته معايا في الفيديو. شقة 105 متر في منطقة اللبان، 3 نوم حمام، عاملة 1,800,000. شقة احنا هنا في سوق الجمعة، ده بقى سوق الجمعة يا جماعة، سوق الجمعة. شقة 120 متر 3 نوم وحمام، 1,650,000. شقة 110 متر 3 نوم وحمام، 1,700,000. أنا شايفة والله يعني الأسعار، يعني هي أهون من المناطق التانية، بس لكن أنا شايفة إن الأسعار كبيرة على المنطقة هنا. المنطقة بسيطة جدًا، بس 1,700,000 و1,650,000 و1,800,000. فالله المستعان، ربنا يقويكم ويقوينا جميعًا. إحنا هنا في منطقة، إحنا هنا في سوق الجمعة، منطقة اللبان، اسكندرية. بصوا بقى، السوق ده زي ما قلت لكم في أول الفيديو، بيبقى موجود أربع وخميس وجمعة، بس أكتر بقى يعني أكتر نشاطه وأكتر حيويته بيبقى يوم الجمعة بقى. يوم الجمعة بيبقى عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن كل حاجة تتخيلوها، كل حاجة، موبيليا، حاجات قديمة، صحي اهو قدامكم، قاعدة وحوض وكده، طيور، أي حاجة، عصافير، حمام، تعابين، فيران، قطط، كلاب، والله العظيم زي ما باقول لكم كده، كل حاجة. حاجات قديمة وفي حاجات جديدة. فاللي بيبقى ناقصه حاجة بيروح المكان ده ويشتري منه. بيبقى زحمة جدًا على فكرة، بيبقى زحمة أوي يعني المكان ده، اللي هو سوق الجمعة. لعب أطفال، بيبقى فيه ملابس، ف كده يعني، خردوات بقى حاجات بتبقى، بصوا يعني أنا وأنا باصور كده شُفت حاجات قديمة أوي، أوي فوق ما تتخيلوا، وصاحبها جاي يبيعها، واقف بيبيعها، يعني مش عارفة هو بيبيع فيها. شايفين الكرسي فيه كرسي هنا، رجعوا الفيديو بس ثانيتين ورا كده هتلاقوا كرسي كده على إيدينا الشمال. يعني أنا شُفته دلوقتي وأنا معاكم دلوقتي في الفيديو، كرسي. طب شايفين البوتاجاز دوّة، شايفين البوتاجاز اللي على إيدينا اليمين، حاجات قديمة فوق ما تتخيلوا. هي أكيد يعني هو صاحبها بيبيعها، واللي بيشتريها أكيد بياخدها بقى، ياخد منها قطع غيار بقى. واحد شايل سرير على دماغه وهو ماشي بيه، فناس بقى فارشة كل الحاجات دي، حاجات كده قديمة بقى، وعجل أهوّة قديم. والله يعني أنا كان نفسي أصور لكم، أطلع لكم الكاميرا كده بعيد عن الإزاز عشان الجودة تبقى أوضح شوية. بس أنا لو مثلًا طلعت الكاميرا يعني ناحية اليمين، فناحية الشمال مش هتيجي، فأنا كنت عايزة أجيب لكم الناحيتين مع بعض. كده خلاص خلصنا من سوق الجمعة. هو بيبقى موجود فيه كل حاجة في منطقة اللبان في اسكندرية، لو حابين تروحوه. شغال أربع وخميس وجمعة، أكتر حيويته ونشاطه بيبقى يوم الجمعة. طب الأسعار فيه عاملة إيه يا رود؟ يعني الأسعار غالية ولا رخيصة ولا إيه؟ والله يا جماعة أنا عن نفسي، أنا عمري في حياتي ما اشتريت منه حاجة، بس يعني أسمع الناس اللي بتروح له بيقولوا أسعاره يعني هادية، مش غالية، يعني أسعار عادية. فأنا اللي راح وجرب سوق الجمعة يكتب لنا في التعليقات. هنا خلاص خلصنا من، احنا هنا وصلنا لمينا بقى. احنا هنا في الماكس بقى، منطقة الماكس تبع مناطق العجمي، مصورة فيها فيديو قبل كده، لو حابين تشوفوه موجود على القناة. انا هنا نزلت من العربية وقلت بقى هصور لكم كده ايه من فوق الكوبري بقى. هنا المينا في منطقة الماكس، وانتوا بتتفرجوا على المينا كده وناسيين تحطوا لي اللايك بتاعكم، يا ريت بقى ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. ولو بتشوفوني لأول مرة اشتركوا في القناة، واكتبوا لنا رأيكم كده في التعليقات. منطقة الجمرك، راس التين، اللبان، سوق الجمعة، مينا، المينا في منطقة الماكس. وهنمشوا شوية برضو كده، بس طبعا ايه يعني هنا نزلت وصورت، نزلت على الكوبري وصورت، لان في يعني فرصة ان انا اصور. لكن بعد كده بقى لا، الدنيا مقفولة، مش هعرف اصور. يعني هنا الدنيا واضحة شوية، فكانت الكاميرا جايبة اللي قدام منها. لكن بعد كده هصور بالعربية. ده منظر المينا بقى من جوه بقى. هنا خلاص ركبت العربية تاني بقى، وهكمل بقى الجولة كده ايه لغاية قدام شوية كده.
واحنا ماشيين بقى هنلاقي بقى ايه، باب 54 وابواب كتير بقى للمينا بقى. بس طبعا مش هدخل طبعا ولا باب، يعني احنا هنفضل ماشيين كده في سكتنا وخلاص. هنا مينا الماكس، بعد كده مينا الدخيلة. فالاجواء في الماكس والدخيلة يعني اجواء صراحة حلوة جدا جدا ويعني انا بقى الماكس فيها روح كده مختلفة خالص عن اي منطقة الماكس. وانت واقف على البحر كده بص للبحر والمينا والمراكب طالعة والمراكب داخلة، أجواء حلوة جدا. وبكده أكون بقى وصلت للدقيقة 15 و40 ثانية في نهاية الفيديو. يا رب بقى يكون مدخل مينا باب 54 هنا بقى قصادنا. هنا شايفين العربيات الكبيرة دي بقى عشان تشيل البضائع بقى من جوه المينا وتمشي بقى توديها للأماكن اللي هي رايحة لها بقى. هنا برضو مدخل مينا باب 54. وانا واقفه على الكوبري كان مدخل باب 27. واحنا ماشيين كده بقى ابواب كتير بقى للمينا بقى. كده الفيديو خلص. يا رب يكون اجواءنا النهارده عجبتكم. انتظروني في فيديو جديد، اشوف وشكم على خير.